السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا بقى ايه كده بنعمل يعني صينية كنافة كده بالقشطة. آه طريقتها سهلة قوي يعني وبسيطة وانتي واقفة على المطبخ كده. عملت الفطار وقلت بعمل لهم حاجة حلوة كده وانا واقفة. خلاص رمضان بقى يعني هو جاي بيجري وخلاص قرب يمشي يعني. الواحد يقعد يستناه سنة بحالها، وسبحان الله فعلا يعني أيام معدودة فعلا. يعني أيام جميلة بصراحة. يا رب يعود علينا رمضان الجاي بخير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله يا رب. فقلنا بقى نعمل لهم حاجة حلوة واحنا واقفين كده. هنبدأ الأول بالشربات. أنا حطيت 3 كوبايات سكر وكوبايتين مية. وانا ما عنديش ليمون، بس عندي ملح ليمون حطيت على يعني على طرف المعلقه كده ما بين صوابعي كده. الملح ليمون ما تكترش منه. ما دام ما عندكيش مثلا ليمون، هي نص ليمونه يا اما ملح ليمون. نبدا مع بعض نعمل المهلبيه بتاعت الكنافه او القشطه الكدابه. آه هنحط 3 معالق نشا كبار، وهحط كوبايتين لبن. انا هحط كوبايتين ونص لاني لو عايزاها يعني انتي سايله شويه. انا هي المفروض ان هي ما تبقاش سايله، بس انا يعني حطيت عليها بتاع حوالي ربع كوبايه تاني بعد ما خلصت. يعني حبيت اللي انا بس ايه يعني افككها شويه، اما هي ما بتبقاش سايحه. هتشوفيها معايا. انا بدوب على البارد كده بس الاول النشا، وبعد كده هرفعها على النار. الكنافه اللي هي بالقشطه هي ما بتاخدش يعني حاجات بسيطه هوا كده وانتي واقفه على المطبخ كده. يعني انا فطرت وقمتي بقى قلت ايه، وانا اشطب المطبخ الاول. يعني قلت لا خلاص اغسل المواعين وبعد كده ايه اعمل لهم حاجه حلوه. بقيت بعد كده اكمل بقيه المطبخ. يعني حيث ان انا تولع يعني تشغلي عليها الفرن وتخلصي بقى مع نفسك بقى بقيه المطبخ بقى. نغسل بوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. البوتاجاز طبعا لازم يتغسل بعد الفطار. تملي ازايز معرفش ايه، فاهمه الحاجات دي البسيطه دي، انما الاساس المواعين. بصوا هي انا على عين يعني ما بعليش العين، بس ايديا فيها طبعا. هي كده حلوه. بس انا على بال ما اخلص هتمسك شويه، فحطيت عليها ربع كوبايه لبن. برضو بتبقى تقيله كده، بس ما بتبقاش سايله قوي ولا برضو اللي هو ماسكه زي ايه. الوقت كده هي حلوه تمام، بس على بال ما حطيت على الكنافه السمنه وفركتها وما اعرفش ايه كانت مسكت شويه، عشان طبعا الدنيا ساقعه. انا بس فككتها كده بربع كوبايه لبن. انا المفروض احط عليها قشطه، بس انا بصراحه القشطه في الفريزر ونسيت اطلعها. بس يعني ما علينا. كلها لبن. اللبن حلو يعني ادي الطعم حلو مع الفانيليا كده مع السمنه البلدي مع كده، كل ده بيدي طعم. انا زي ما قلت لكم حطيت عليها ربع كوبايه لبن. يعني افكها شويه بس كده. سبحان الله في رمضان الواحد يعني بيبقى معرفش بقى كده ده الصيام او انا لوحدي ولا ايه. بحب لو حتى هاكل لقمه واحده صغيره، بس اساسي بحب حاجه يعني اي حاجه كده، حاجه حلوه احطها في بقي. معرفش انا يبقى السكر هبطان. انا ما عنديش سكر، بس هما بيقولوا كده السكر بيبقى هبطان في الجسم، فلازم اي حاجه حلوه. انا عارفه ان كده غلط طبعا بالصح، بس مش عارفه. يعني انا بتبقى نفسي اللي انا افطر حاجه مسكره. ما بقى نفسيش اللي انا اكل ايا كان نوع الاكل ده ايه. بحب اي حاجه زي مثلا ما باكلش كتير كبيري. يعني حته كنافه مربعه، مش اللي هو زي ما انا هقطعها دلوقتي هتشوفوها معايا، لا. حته مربعه كده صغننه كده، دي تشبعني دي كده. وممكن ما اكلش اكل خالص. انا ده الطبيعي بتاعي، يعني ده الطبيعي. بشتهي الحلويات اكتر من الاكل. ما اعرفش بقى ده صح، بس اكيد يكون غلط. يعني ما اعرفش صح ولا غلط، بس اكيد يكون غلط يعني. السكريات كترها مش حلو. انا سيحت سمنه بلدي. دي جاموسي، سمنه جاموسي. سيحتها وحطيت حوالي يعني في مقدار 4 معالق سكر بودر، بس يكون بودر. وباكيتين فانيليا على الكنافه، وهي نيه كده بتدي ريحه جميله قوي وطعم جميل برضو بعد ما تستوي. هي اصلا تتاكل كده على السمنه والسكر كده، والله تحسي ان انت عايزه تاكليها كده بس.
انا هحاول ان انا ايه افككها ببعض. انا مش عايزه اقطعها صغيره ولا حاجه، هي بس انا يعني بدلك فيها السمنه مع السكر كده بس. اما انا مش عايزه اقطعها، اللي هي كان ممكن ان انا اسيبها تنشف وبعد ما تنشف يعني اضربها ضربه كده في الكبه او افركها بايدي. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها تبقى حتت اللي هو ولا كبيره ولا صغيره، اللي هو يعني في المتوسط. دي عامه مع السمنه ومع الحاجات دي يعني مش هتاخد منك ثواني، هتبقى ناعمه في ايدك، مش هتاخد منك ثواني. عايزين ان شاء الله باذن الله ربنا يعني يقويني كده، وان شاء الله باذن الله لو ربنا اداني العمر نبتدي مع بعض نعمل نوعي من العيد وكده. نبتدي بالكحك وان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله آه نعمل بيتي فور مع بعض وبسكويت، نوعي من العيد كلها يعني باذن الله قريب ان شاء الله. بس انا بصراحه انا بحب رمضان قوي، فمش عايزه اجرب حاجه زي كده، فبحاول ان انا ايه عماله ناسيه الحاجات دي، بزعل يعني لما بلاقي الناس بدات في الكحك والحاجات دي، والله بزعل قوي. نفسي اقول لهم لسه بدري رمضان، انا مش عايزه اجري رمضان بصراحه، المفروض كنت ابدا بقى يعني من بدري شويه، مش عايزه عشان رمضان ما يخلص. حاسه ان انا لو عملت حاجه زي كده ان رمضان هيخلص. معرفش بقى في ناس زيي ولا ايه بتحب شهر رمضان، انا بحبه بجنون. يعني ربنا يا رب يجعله من نصيبنا تاني يا رب، لو ربنا اداني العمر والصحة يا رب. يعني أيام جميلة وأيام كلها كده فرحة، والواحد بيبقى نفسيته حتى والله نفسيته مرتاحة كده، أسمع صوت التراويح يعني أقوم من النوم عشان أجري على الصلاة. أنا في الأيام العادية الحمد لله يا رب ولله الحمد، طبعا صلاة وكل حاجة الحمد لله وقيام ليل. بس في رمضان ده بحس إن حاجة تانية كده. ربنا يدومها علينا نعمة يا رب، اللهم امين يا رب. انا برغي معاكم كده شويه بس عشان ما تحسوش بس بالملل في الفيديو ولا حاجه. انتي انا حطيت رق كنافه. انتي بايديكي كده تحسي ايه يعني تحسسي بايدي كده، تحسي ان في حته واطيه حته عاليه حته عايزه كنافه، فاهماني؟ فاحساسك بايدك كده هتعرفي ان الصينيه هنا مظبوطه، لا الناحيه دي عايزه حته، فاهماني؟ انا بعمل كده. بص كل احط ايدي كده بتحسي. اعمليها بقى بمزاج وانتي واقفه كده بمزاج. يعني انا بحب كده وانا بعمل اي حاجه، اكل بقى حاجه حلوه اي حاجه، اقعد كده ما اعملهاش بسرعه عشان بفنن فيها وانا واقفه، عشان في النهايه تطلع يعني لقمه كويسه كده او وجبه كويسه او حاجه حلوه حلوه كده، فاهماني؟ بصي بحس كده بايدي كده، اشوف الحته دي اعلى من الحته دي، الحته دي عايزه تاني كنافه. الراق اللي تحت دوت انا بحبه يعني عالي سيكه كده. يعني انا بحب اللي هو الراق يعني لو في اي حشو اي حاجه حتى لو جلاش او كده، بحب الراق اللي فوق اللي تحت عالي شويه، واللي فوق هو اللي خفيف، ما بكترش فيه. الصينيه ديت الطقم ده اللي هو الثلاث صواني فوق بعض دي الوسطانيه. يعني ممكن يعني كنا 28 احتمال، يعني مش عارفه خدتش بالي او، بس هي الوسطانيه يعني الطقم ده. دي نص كيلو كنافه بالظبط، يعني نص كيلو كنافة بالظبط بالظبط. وكوباية أو كوباية وربع زبدة حسب انت استعمالك. هي الكنافة عامة بتاخد كوباية سمنة يعني مليانة على العين. أنا بقى بحبها بزيادة بصراحة، يعني كنافة عندي أو جلاش عندي يعني سمنة، وسمنة بلدي كمان. معرفش بقى يعني كل الناس في أكيد زي كتير حتى دلوقتي يعني كده. بصي القشطة ماسكة ازاي، طبعا ما يرضينيش كده، رحت جايبه حته زبده تاني بصوا على ايديا دي بقى بقري. رحت جايبه واحط في ايدي كده حته واوزع انا المهلبيه كده. انا بحب كده، ما اعرفش ده غلط برضو، بس بحب بصراحه حتى لو بعمل شويه فول ولا حاجه، احب يعني الفول اللقمه كده تبل من السمنه. بس تعالي بقى دوري عليا اصلا، يعني انا ماليش اكله محدده، ماليش الكلام ده عشان العمليه وكده، فماليش حاجه محدده اللي انا اكل منها، ماليش اكل عامه، فماني يعني انا اكلي بسيط او سوايل حاجات كده. ومع ذلك برضو بحب الحاجات دي، بحب السمنه البلدي، بحب وكون مكتره في الاكل فيها كده. بس عامه يعني هي صحيه، وما بيقولوا السمنه البلدي
يعني اصح، او الزبدة اصح من الزيت. الزيت بيعلي الكوليسترول في الدم، انما الزبدة لا. وبالذات الزبدة زي الزبدة الصفراء زي البلدي، ما بت ما ملهاش اضرار يعني. في القرآن بيقول لك وشحومها، يعني انا مش حافظة الحديث قوي، بس انا يعني عارفاه. يعني ربنا ما ذاكرها في القرآن، يعني مش يعني تاكلي الشحوم اللي هي زي اللية وزي الحاجات دي ما فيهاش ضرر، ما فيهاش ضرر خالص، ولا التخن ولا الكلام ده. معرفش انا معلوماتي كده صح ولا ايه، بس في القرآن طبعا ما فيش، ما ينفعش اقول حاجة ما اتقالتش يعني، بس هي ما هي في القرآن كده. فمش معقول طبعا هينزلوا الله عز وجل يعني يقول حاجة كده يعني. فأكيد طبعا أنا مصدقة حاجة زي كده. من جهة بقى العلم أو الدكاترة أو كده، مش عارفة. أنا عارفة إن هي ما بتتخنش، بس كله برضو في المعقول. دهون أو كده برضو كله في المعقول. يلا بقى الواحد بيعمل اللي عليه بقى. ربنا يدي الجميع الصحة يا رب، اللهم آمين. أنا بقى زي ما انتم شايفين كده أنا رصيتها. الصينية كلها دي خدت مني نص كيلو. نص كيلو الكنافة اجيب بالظبط، بس ما بضغطش قوي عشان ما تطلعش مني من الجناب. يعني حاولين عشان المهلبية ما تطلعش مني من الجناب. يا دوب حاجة بسيطة، هي مش هتطلع برضو لان هي مش سايلة زي ما قلت لكم، هي مش سايلة. هي ايه ماسكة معايا، مش لدرجة ان هي تطلع، بس برضو بحذري منها. انا خلصت احطها في الفرن، وانا بحب اقلبها. بصي يعني في ثانية كده. انا ما ولعت الفرن من تحت بس، ما بولعش من فوق عليها شوايه خالص، هو من تحت بس. وهي اللهم صل على النبي، والله بقى قادره اقول لكم على طعمها وريحتها ودي كنت شايفين الشكل. العسل عندي هو لسه ما بردش العسل. آه بس هي اللي سخنه، بس العسل برضو مش بارد اللي هو البارد الساقع، المفروض يبرد خالص. بس مش اللي هو برضو سخن، مش السخن اللي زي الكنافه، ما هطلع اللي مطلعه دخان كده الكنافه نفسها. ريحه بقى وايه مش قادره اقول. انا زي ما انتوا عارفين ما حطيتش في المهلبيه سكر، ما بحطش فيها سكر خالص، عشان ما تبقاش يعني تجزع النفس كده. ودي الطريقه دي يا رب تعجبكم ان شاء الله، باذن الله تعجبكم، جربوها كده وان شاء الله تعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونوش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. متشكره لكم قوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.